السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الليمون المخلل او المعصفر من اساسيات سفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنعمله مع بعض وهتطلعي اول يوم رمضان وان شاء الله تدعي لي دعوة حلوة. جبت كده 2 كيلو من الليمون وغسلتهم كويس بالمية ونشفتهم كويس وفتحتهم كده على شكل علامة زائد بالشكل ده كده. وهتبقى منقية الليمون بتاعك كده، ما تكونش فيه البقعة الصفرة دي عشان ما تتهريش معاكي ويطلع الليمون بتاعك حلو. حطيته في مية بتغلي على النار بالشكل ده كده. ما تسيبهوش كتير على النار علشان ما يتهريش معاكي. الليمونة كده تكون ولا ناشفة قوي ولا تكون طرية قوي. دلوقتي انا طلعته من المية وهسيبه لما يبرد خالص، والمية بتاعته تبرد خالص علشان هي اللي هنعمل منها المحلول بتاع المخلل بتاعنا. دلوقتي انا جبت العصفر وحبة البركة عليهم جزرتين مبشورين كده، هنخلطهم مع بعض كده. كمية العصفر وحبة البركة والجزر على قد كمية الليمون اللي انت تعمليها. ودلوقتي انا هحشي الليمون بالشكل ده كده بحبة البركة والعصفر بالشكل ده كده. كل ليمونة احط جواها كده. ودلوقتي هنحشي الكمية كلها، وبعدين هنجيب البرطمان وهنرص فيه الليمون بالشكل ده كده. اهم حاجة ان تكون الليمونة وشها لفوق كده بالشكل ده كده. حطيت معاهم كم قرن فلفل كده، وهي الكمية كلها ان شاء الله تقعد معاكي شهر رمضان كله. في الكبة كده هجيب فلفل رومي احمر وقرنين فلفل حامي، هحطهم في الكبة كده. وبعدين دلوقتي هنعمل المحلول بتاع المخلل بمية الليمون اللي احنا سلقنا فيها الليمون. ما تخافيش مش هيمرر معاكي ولا اي حاجة. حبة البركة هتقوم باللازم، ما تخافيش منها. دلوقتي حطينا مج من الملح في المية ودوبناهم. هناخد كده من المية بتاعتنا المحلول وهنحط على الفلفل بتاعنا في الكبة وهنضربهم مع بعض. هحط كمية المية دي كلها، وبعدين هحط معلقة كده من الشطة، احنا بنحبه مشطشط شوية كده. واحط برضو معلقة كده من البابريكا تديله لون حلو. دلوقتي هنضربهم مع بعض. بعد ما ضربنا الخليط بتاعنا كده هحطه على الليمون كده الكمية كلها كده. الفلفل اللي احنا ضربناه ده هيكون كله على وش الليمون كده، هيحفظ لي الليمون. هحط عليه شوية من الزيت كده، وبعدين هنغطي البرطمان وان شاء الله هنفتحه على اول يوم رمضان ان شاء الله بإذن الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين على مفقودين يا رب العالمين، اللهم امين. وان شاء الله هنبقى نعمل مع بعض المخلل المشكل، في ناس كتير قوي بتحبه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.